والله العظيم لا بودي ونقسم لك بالله، إلا متشوق لزيارة تيزي وزو بجاية. متشوق كثير 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 كثير. من تسمح الظروف ونتلاقوا كأشقاء إخوان، إن شاء الله الأمور يعني تسهل وما هيش بعيدة، ما هيش بعيدة. ثانيا بالنسبة السلام لحرية عليكم ورحمة الصحافة، الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعينا على القناة. إذن السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة في زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو. هذه الزيارة مرتقبة يوم 8 أجويليا الجاري، وفي جدول هذه الزيارة يرتقب أن يدشن السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة ملعب المجاهد الفذ عضو مجموعة الستة ابن عين الحمام تيزي وزو. طبعا حسين آيت أحمد، هذا الملعب الذي يتمتع بمواصفات عالمية ويعد تحفة فنية، بالإضافة إلى تدشين مشروع 3500 مسكن. للإشارة فقط فإن بعض أصوات الفتنة المغرر بهم والخارجين عن الصف أمثال الإرهابي محمد العربي زيطوط يحاولون خلق نوع من الضبابية حول هذه الزيارة العادية العملية والتفقدية، بل إن السيد الرئيس ومنذ توليه الحكم كان يعبر عن مدى تشوقه لهذه الزيارة. والجدير بالذكر هنا أن هذه الأصوات الناعقة عقول فارغة تسيرها أياد أجنبية تريد تشتيت الصف وخلق الفتنة من خارج البلاد. وعلى خلاف هذه الأصوات فالكل يعلم المكانة العلمية والثقافية وأخلاق وتربية وتدين أبناء وبنات منطقة تيزي وزو، وكذلك تاريخ المنطقة وعلماؤها زواياها الدينية، حتى أن الزاوية الرحمانية انطلقت أول ما انطلقت في الجزائر في منطقة تيزي وزو. وهذه الزيارة التي ستكلل بالنجاح لا محالة، والتي تدشن فيها العديد من المشاريع التي سوف تدفع بالعجلة الاقتصادية في المنطقة، واستماع السيد الرئيس لانشغالات ساكنة المنطقة المرفوعة إليه عبر ولاتها أو عبر والي المنطقة وبعض أعيانها، ستكون بمثابة الصفعة على وجوه أصوات الفتنة في البلاد. في الأخير لا يسعنا إلا أن نقول حفظ الله البلاد والرئيس. فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا